كان يا مكان بقديم الزمان، كان واحد البائع متجول كيدور في الأزقة ديال المدينة القديمة وكيعيط: الحلوى، الحلوى، الحلوى. وهو بائع يعني حلواني كيبيع الحلوى فقاس، وغريبة، كعب غزال، وهاد الأنواع ديال الحلوى كل مرة كيشكل حلوى وكيبيعها. في يوم من الأيام كان كيتمشى كيعدو باش يبيع الحلوى ديالو اللي كيصنعها بالليل اولا مع الفجر اولا مع في واحد الوقت اللي كيكون الناس كلها ناعسه هو كيخدمها بواحد الحب كبير. في يوم من الايام كيف ما قلت هو كيتمشى في الازقه ديال المدينه وكيعيط: الحلوى، الحلوى. واذا به عينيه ترمق واحد البنت كطل من واحد السرجم من ورا الشباك، جميلة جدا ديك البنت، تغرم بها من أول نظرة، وبقى كيفوت على داك السرجم يوميا من أمام البيت باش يشوف ديك البنت وباش يرمقها يوميا، ولا ما لقاهاش كيبقى واقف في داك المكان حتى وكيعيط: الحلوى، الحلوى، حتى كتخرج الفتاة كتركب. وفي يوم من الأيام قرر أنه يصنع واحد الحلوى باش ترضيها، وحلوى جديدة اللي تكون بحالها بحال ديك البنت، جميلة وحلوة وزينة وفريدة من نوعها. بقى كيفكر حتى صنع واحد الحلوى عندها خطوط كتيرة وخيوط كتيرة، وهاد الخيوط كتداخل مع بعضياتها، حتى بالتالي صنع زواق من زواق داك الشباك اللي كانت كترقب منه ديك البنت يوميا. دا ديك الحلوى غلفها وسكدها ومشى باش يخطب ديك البنت. في الوقت اللي جا يدق في الباب سمع الزغارت وسمع الغنى وسمع الشطيح، وللأسف الشديد لقى أن البنت كتزف لواحد الرجل آخر وتصدم، لكنه ما وقفش هنا، دائما بقى استمر وهو كيصنع ديك الحلوى واللي سماها الشباكية تيمنا بالشباك اللي كانت كترقب منه ديك البنت، واللي هي الحلوى اللي بقات لنا لحد الآن اللي هي الشباكية اللي الكل كيعشقها والكل كيبغيها والكل كيتوق انه يذوق مذاقها، لا من بلادنا ولا من غير بلادنا. وهذه هي حكاية الشباكية اللي ذاع الصيت ديالها في العالم كله، كيف كانت أول مرة وشكون اللي صنعها وكيف صنعت وعلاش هي بهذا الشكل هكا. هذه هي حكاية الشباكية، تيمونا بشباك الحبيبة والعشيقة ديال الحلواني اللي بقات راسخة في الذهن ديالو، وحتى صنع هاد الشباكية باش تبقى دائما هي ذكرى لعشيقته وحبيبته اللي تغرم بها كثير.